بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عدنا من جديد لنفس الدرس وهو التجربة الشعرية. اليوم إن شاء الله راح ناخد مع بعضنا من عناصر الصور التعبيرية أو الصياغة الشعرية. خدنا الألفاظ، النهاردة هناخد الخيال وهناخد نوع جديد من الصور يمكن حضرتك أول مرة تتعرض ليها، وهي أول حاجة هنتكلم عنها الصورة الممتدة. بعد كده هناخد الصورة المركبة، بعد كده الصورة المبتكرة، بعد كده الصورة التقليدية. بالله عليك ركز معايا، هقولها بطريقة مبسطة وسريعة وبطريقة صغيرة جدا. تمام؟ خير الكلام ما قل ودل، فركز معايا بالله عليك. أول حاجة هناخدها الصورة الممتدة. ما هي الصورة الممتدة؟ الصورة الممتدة أي الصورة الممتدة عبارة عن صورة بها مشبه، والمشبه به يتعدد. يعني مشبه واحد، المشبه ده له أكثر من مشبه به. فلما نيجي نقول ايه هي الصورة الممتدة؟ هي عبارة عن مشبه واحد ثم المشبه به يتعدد. يعني يتعدد يعني عندي مشبه به واحد ومشبه به اثنين ومشبه به ثلاثة. إذا حصل امتداد للصورة عن طريق المشبه به، وهذا الامتداد يؤكد الصورة. يبقى عندي مشبه واحد زائد مشبه به أول زائد مشبه به ثاني. فحينما نقول محمد أسد، هنا صورة جزئية عبارة عن تشبيه بليغ، والتشبيه هنا مشبه محمد وأسد مشبه به، هذه صورة جزئية. بعد إذنك اعمل لي امتداد للصورة. أقول لك محمد أسد فهد نمر. الله، ده انت شبهت محمد مرة بالأسد، مرة بالنمر، مرة بالفهد. ده اسمه امتداد يا حبايبي. يعني مشبه واحد وعندي أكتر من مشبه به. عندنا مستر وائل مثال بيقول لي مصر هي المحراب والجنة الكبرى. ركز معايا بالله عليك هنا. فين المشبه هنا؟ مصر. فين المشبه به؟ المحراب. أول مرة شبهت مصر بإيه؟ بأنها المحراب. ثم أتيت بمشبه به ثاني وهو الجنة الكبرى. شبهت مصر مرة بالمحراب ومرة بالجنة إيه؟ الكبرى. حضرتك عملت إيه؟ جبت مشبه واحد وجبت أكثر من مشبه به. هذه اسمها صورة ممتدة. فمصر هنا مشبه، وهنا محراب مشبه به اللي هو رقم واحد. الجنة شبهت مصر تاني بأنها جنة مشبه به التاني. يبقى دلوقتي لما يكون مشبه به واحد والمشبه به يتعدد اسمها صورة ممتدة. بالله عليك ما تنساش، صورة ايه؟ ممتدة. مشبه واحد والمشبه به يتعدد. تاني حاجة اديك مثال تاني يا بيت الشعر بتاعتنا. بيقول لي عصفت كالصبا اللعوب. اي عصفت كالصبا اللعوب. الصبا معناها الريح الرقيقة. ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. عصفت كالصبا اللعوب. من هي اللي عصفت؟ فترة الشباب. الشاعر شبهها بأنها مرت بسرعة مثل الصبا اللعوب، مثل الريح الرقيقة الرشيقة. ومرت فترة الشباب كأنها سنة أي غفوة، حلوة أي جميلة. وأيضا مرت كأنها لذة تختلس أي تؤخذ خفية من صاحبها. حضرتك هنا شبهت ايه؟ هنا المشبه محذوف. عصفت. مين اللي عصفت؟ فترة الشباب. يبقى هنا المشبه فترة ايه؟ الشباب.
يبقى هنا الشاعر شبه، ركز معايا بالله عليك عشان نوصل للمشبه الواحد. شبه الشاعر فترة الشباب كيا ولاد كالريح الرقيقة اللي هي بين قوسين الصبا اللعوب. حلو. طب بعد كده ايه تاني؟ وشبه ومرت، مين اللي مرت؟ فترة الشباب يا ولاد. شبهها بأنها سنة حلوة، ثم شبه فترة الشباب بسنة أو سنة حلوة، ثم شبه فترة الشباب بلذة تختلس. يبقى هنا عندي شبه فترة الشباب بالريح الرقيقة، بالسنة الحلوة، باللذة التي تختلس. فالمشبه واحد والمشبه به يتعدد. إذا الصورة هنا ممتدة. طيب أنا عندي في حاجة اسمها صورة ممتدة للترشيح، وعندي صورة ممتدة للتجريد. احنا خدنا هنا عملنا امتداد للصورة، مشبه واحد والمشبه به يتعدد، دي اسمها صورة ممتدة. تعال معايا ناخد دلوقتي صورة ممتدة للترشيح. يعني ايه مصدر ترشيح؟ يعني تأكيد. ترشيح يعني تأكيد. يعني ايه؟ بنأتي بإيه؟ ده اللي احنا هناخده مع بعضنا دلوقتي. الصورة الممتدة هي الصورة الممتدة للترشيح. يا مستر وائل يعني ايه؟ قال يعني بجيب مشبه. جميل قوي. وبجيب مشبه به. حلو قوي. بعد ما بجيب مشبه به بجيب صفة تخص المشبه به فقط. اهو. ثم نأتي بصفة من صفات المشبه به. اديني مثال. لما اقول على سبيل المثال الجندي اسد، فين المشبه؟ الجندي. فين المشبه به؟ اسد. ثم ناتي بصفه من صفات الاسد وهو انه يزأر. يزأر. ركز معايا كده على مكونات الصوره. جندي مشبه، اسد مشبه به، ثم اتينا بصفه من صفات الاسد وليس الجندي، والاسد هنا مشبه به. ناتي بصفه من صفات المشبه به وهو انه يزأر. ده اول نوع بالله عليك، ده اول نوع من الترشيح. ترشيح هذه الصفه اكدت ان الجندي اسد. النوع الثاني للترشيح بص معايا، بناتي بمشبه، ده رقم واحد، ثم مشبه به ولكن محذوف. مشبه به ايه؟ محذوف. ثم نأتي بصفات المشبه به اللي هو المحذوف. أو بطريقة أخرى، بصيغة طريقة ثانية، بجيب مشبه زائد مجموعة استعارات للمشبه. هنفهمها بالطريقتين، هنفهمها يعني هنفهمها. مفيش عندي خيار تاني. بصوا معايا هنا. أتاك الربيع، أتاك الربيع الطلق. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما. طبعا من ألف دي عشان خاطر إيه يا جماعة؟ الوزن والقافية مش أكتر. ها؟ طيب يقول لك نوع الصورة هنا إيه؟ هتقول لي صورة ممتدة للتشريح. ليه؟ أتاك الربيع والربيع بيأتي نمسك جزء. لا، الإتيان صفة من صفات الإنسان. يبقى شبه الربيع بإنسان يأتي. هنا المشبه، هنا المشبه به بس محذوف. أهو محذوف. محذوف.
جميل قوي. ادام محذوف يبقى اسمها ايه؟ استعاره مكنيه. جدع يا رب، سمعك وانت بتقول استعاره ايه؟ مكنيه. هو ان ياتي بالمشبه ويحذف المشبه به وياتي بشيء من لوازمه، ومن لوازم الانسان والاتيان هذه صفه من صفات الانسان. جميل قوي. ركز معايا نطبق القاعده. ثم الصفات المشبه به اهو. اتاك الربيع الطلق ياتي، يختال، يتمايل. ايه ده؟ مش هنا شبه الربيع بانسان يختال؟ ايوه والله. ضاحكا، ومين اللي بيضحك؟ الانسان. يبقى شبه الربيع بانسان يضحك. يبقى اول مره شبه الربيع بانسان ياتي، شبه الربيع بانسان يختال، شبه الربيع بانسان يضحك. حتى من الحسن حتى كاد ان يتكلم. ايه ده؟ هو الربيع بيتكلم؟ لا، يبقى شبه الربيع بانسان يتكلم. ركز معايا هنا. شبه الربيع، شبه الربيع، شبه الربيع، شبه الربيع. المشبه به واحد اهو. اسف، المشبه ايه؟ واحد اللي هو الربيع. احنا قلنا شبهه بانسان ياتي والمشبه به محذوف اهو. ثم اتى بصفات الانسان. اول صفه انه ياتي، ثاني صفه انه يضحك، ثالث صفه انه يختال، معلش عكسناها، بعد كده يتكلم. مش الضحك والاتيان والكلام هذه من صفات من الانسان. يبقى القاعده الحقيقيه مشبه به محذوف. اتينا بصفه من صفات المشبه به. طب ما تيجي نطبق القاعده الثانيه. ادي مشبه اللي هو الربيع، وعندي مجموعه استعارات. صح؟ استعارات، ايوه والله. استعارات لمين؟ للمشبه بس. حضرتك قلت شبه الربيع بانسان ادي اول استعاره مكنيه اهو. شبه الربيع بإنسان يختال، حذف المشبه به واتى بالمشبه. دي تاني استعارة مكنية. شبه الربيع بإنسان يضحك، دي تالت استعارة مكنية للمشبه به. أتى باستعارة الرابعة شبه الربيع بإنسان يتكلم. إذا شبه الربيع 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 الربيع، يبقى المشبه ماله واحد. ماله؟ شبهه بإنسان إنسان إنسان إنسان، وحذف الإنسان اللي هو حذف المشبه به، يبقى استعارة مكنية. كم جاب استعارة؟ 1 2 3 4. جاب مجموعة استعارات لمشبه واحد وهو مين؟ الربيع. إذا المشبه واحد وجاب له مجموعة استعارات. عرفت استعارة إزاي؟ عشان حذف المشبه به. أول استعارة شبهه بأنه إنسان يأتي. بص حذفنا المشبه به، استعارة مكنية. شبهه بأنه إنسان يختال، حذف المشبه به الانسان، استعاره مكنيه. قلت مجموعه استعارات اهي. شبه الربيع بانسان يضحك، حذف انسان المشبه به، ثالث استعاره مكنيه. شبه الربيع بانسان يتكلم، رابع استعاره مكنيه. طب ما انا قلت لك يا حبيبي يجيب لي مشبه واحد ومجموعه استعارات للمشبه. اول طريقه ثانيه ياتي بمشبه ثم مشبه به محذوف ثم صفات المشبه به. فهنا شبه الربيع بإنسان من صفات الإنسان أنه يأتي، أنه يختال، أنه يضحك، أنه يتكلم. كده احنا خلصنا الصورة الممتدة للترشيح، والترشيح يقوي الصورة. هناخد الصورة الممتدة للتجريد، والتجريد يضعف الصورة. ازاي التجريد بقى؟ قال لي الصورة الممتدة للتجريد بيأتي بمشبه زائد مشبه به. حلو قوي. مشبه ومشبه به. ثم يأتي بصفات المشبه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده هنا كنا بنجيب مشبه ومشبه به وبنأتي بصفات المشبه به فنقول ترشيح. هنا العكس، بجيب مشبه به بس ما بجيبش صفات المشبه به، بجيب صفات مين؟ المشبه. تعالى كده نقول لك كده. شاهدت أسدا يطلق الرصاص. ركز معايا. شاهدت أسد. بذمتك الأسد بيطلق رصاص؟ كنت ماشي في الشارع تلاقي أسد بيضربك طلقتين ولا؟ استحالة طبعا. أمال هو يقصد إيه؟ قال لك دي اسمها استعارة تصريحية، ويقصد الجندي. يبقى هنا شبه مين؟ شبه الجندي بالأسد. يبقى دي اسمها استعارة تصريحية. استعارة إيه؟ تصريحية. شبه الجندي بايه؟ باسد. جميل، بس النبي خليك معايا الاول. فين المشبه هنا؟ الجندي.
المشبه به الآثر، حذف المشبه عشان دي استعارات الصحية، بيحذف المشبه وبيأتي المشبه به. جميل قوي. تعالى بالله عليك بقى، يطلق الرصاص من صفات الجندي ولا الأسد؟ في أسد بيطلق رصاص؟ لا. أمال بيطلق الرصاص؟ الجندي. يبقى يطلق الرصاص دي من صفات المشبه. الله عليك يا مستر، يطلق الرصاص. طب يا مستر بعد ما انت خليت الجندي قوي وشجع يعني حطيته في صورة الأسد، بترجع تاني الصغار بترجعه جندي تاني وبيطلق الرصاص بعد ما فخمت فيه وخليته أسد، رجعت ترجعه بشر تاني وترجعه للضعف تاني زي الأول. قال لك ما دي اسمها صورة ممتدة للتجريد وبتضعف في الصورة، خلي بالك ما فعلا صورة ضعيفة. فخمت الجندي خليته أسد بعد كده رجعته تاني، يبقى دي اسمها صورة ممتدة للتجريد. كده اتمنى اكون فهمتوا صورة ممتدة. هنخش على الصورة الثانية، الصورة المركبة. هنكتفي النهارده بس بالصورة الممتدة والصورة المركبة، لكن الحصة الجاية تتابعوني هناخد مع بعضنا الصورة المبتكرة والصورة التقليدية والصورة الكلية. يلا نخش على الصورة المركبة. هنتكلم كلمتين بساط مش هطول عليكم عشان نفهم مع بعض. استحملوني شوية بالله عليكم، استحملوني. الصورة المركبة، ركزوا معايا. يعني ايه صورة مركبة؟ عبارة عن جملة تشتمل على صورتين. جملة فيها صورتين، جملة يا حبايبي فيها صورتين، يا تشبيه واستعارة، يا استعارة واستعارة، يا تشبيه وتشبيه، يا استعارة وتشبيه. صورة تشتمل على صورتين. قد تكون في كلمة متداخلة بين الصورتين، أو قد تكون الصورتين بدون تداخل. تمام؟ وناخد أمثلة مع بعضنا. الله أكبر الله أكبر. لا اله الا الله. خليكم معايا بقى. عصفت كالصبا اللعوب. احنا بنتكلم عن الصوره الايه؟ المركبه، عباره عن جمله تشتمل على صورتين. قد يكون هناك كلمه متداخله بين الصورتين، يعني كلمه مشتركه بين الصورتين، فنقول عليها صوره مركبه متداخله. يعني متداخله يعني في كلمه مشتركه بين الصورتين. وقد لا يكون هناك كلمة مشتركة بين الصورتين، فنقول صورة مركبة مالها غير متداخلة. ايه الصورة المركبة المتداخلة وغير المتداخلة دي؟ بص معايا أول حاجة للصورة المركبة المتداخلة، أي بينهم كلمة تشترك في الصورتين. حبايبي الصورتين ممكن يكون تشبيه وتشبيه، تشبيه واستعارة، استعارة واستعارة، استعارة وتشبيه.
ما يشغلناش، ممكن يكونوا صورتين مختلفين، مش شرط مختلفين، ممكن يكونوا متشابهين عادي. طب تعالوا بصوا معايا، عصفت كالصبا اللعوب. الشاعر بيتكلم عن فترة ايه؟ الشباب. عصفت مرت بسرعة مثل الصبا، الصبا معناها الريح الرقيقة، اللعوب يعني الرشيق. ركز معايا. عصفت، مين عصفت؟ فترة الشباب. يبقى هنا الشاهد شبه فترة الشباب بإيه يا مصر؟ كا أداة تشبيه ايه؟ كالصبا اللعوب. فين المشبه؟ فترة الشباب. مين مشبه به؟ الصبا يا مصر. جميل قوي. عرفنا فترة الشباب كالصبا، ادي هنا تشبيه. تشبيه ايه؟ تشبيه مكمل، 3 ارقام موجودين. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ كالصبا اللعوب. كلمة اللعوب معناها الرشيق. بذمتك عمرك شفت ريح رشيقة؟ لا طبعا. الرشاقة صفة من صفات الإنسان. نقول هناك فتاة رشيق. جميل قوي. تقصد حضرتك ان هو شبه الصبا؟ عمر ما في صبا لعوب، ما في صبا رشيقة يعني. امال ايه؟ ده شبه الصبا. عايش غير تاني. شبه الصبا. حلو. بايه يا مستر؟ بالفتاة الرشيقة اللي هي كلمة اللعوب. فين المشبه؟ الصبا. مين مشبه به؟ الفتاة الرشيقة، وهنا المشبه به محذوف، ولكن أتى بصفة من صفات الفتاة وهي الرشاقة اللي هي اللعوب، يبقى دي اسمها استعارة مكنية. جميل قوي. وده اسمه تشبيه، مش هيشغلني ده كله. بس ايه اللي انت لاحظته؟ النبي ركز معايا. مين مشبه هنا؟ الشباب. مشبه به الصبا. مين مشبه هنا؟ الصبا. مشبه به الفتاة. بذمتك في كلمة اشتركت بين الصورتين؟ ادي صورة وادي صورة. بالله عليك مفيش كلمة مشتركة بين الصورتين؟ تقول لا. الصبا جت في الأول مشبه به، وجت في الثاني مشبه، يبقى اشتركت في ايه؟ في صورتين. اشتركت في ايه؟ في صورتين. ايوه والله. يبقى أصبح دي اسمها ايه؟ صورة مركبة متداخلة، عشان لفظ اشترك في صورتين. جميل قوي. فترة الشباب كالصبا، الصبا كالفتاة الرشيد. طيب تعالوا معايا هناخد مثال على الصورة اللي انا هقوله. في المثال ده هقوله على 1000 مثال، بس دي مثال خفيف كده يا مستر وائل. يا عم تعالى حاضر. لما اقول لك انت نجم باسم، حلو قوي المثال ده ليك. انت نجم، زميلتك مش تشبيه، شبيتك بالنجم صح. انت مشبه، نجم مشبه به. اهو حاجه بسيطه على قدك اهي. طب بالله عليك هو النجم يبتسم؟ لا والله. ده الابتسامه دي ايه؟ صفه من صفات الانسان. اذا شبه النجم بايه؟ بانسان. عفوا، بانسان يبتسم. شبه مين؟ النجم. رجع تاني شبهه يا مستر. شبهه بايه؟ مشبه بانسان يبتسم. يبقى دي اسمها استعاره ايه؟ مكنيه. يبقى كلمه نجم اشتركت في ايه؟ في صورتين. مع الاولى عملت لي تشبيه، مع الثانيه عملت لي استعاره مكنيه. هي دي اسمها الصوره المركبه المتداخله، اللي كلمه اشتركت في صورتين. اخر حاجه صوره مركبه غير متداخله، لا يوجد كلمه تشترك بين صورتين. ونختم على كده ان شاء الله، ولنا لقاء ثاني ان شاء الله في باقي الصور. يا مستر صورة مركبة يعني جملة تشتمل على صورتين ما فيش ما بينهم كلمة مشتركة. عالج، بصوا معايا، عالج الإسلام الفقر. بالله عليك لك ادي جملة، تعال نطلع منها صورتين. عالج الإسلام. لما بتروح تكشف الحاجة هو الإسلام اللي بيعالجك ولا الطبيب؟ الطبيب. يبقى شبه الإسلام بطبيب يعالج. جميل قوي. شبه الاسلام ادي مشبه، طبيب مشبه به محذوف، استعاره مكنيه، مشبه موجود، مشبه به مش موجود. عرفت ان هو مش موجود ازاي؟ اتى بصفه من صفات الطبيب او شيء من لوازم الطبيب، وهو انه يعالج. فعشان كده عرفت ان المشبه به هو الطبيب.
الاسلام عالج ايه؟ الفقر. بذمتك هو الطبيب هيعالج ايه؟ المريض. يبقى شبه الشاعر الفقر ولا؟ امال شبه ايه يا مستر وائل؟ قال لك احنا قلنا شبه الفقر بايه يا ولاد؟ بمريض يعالج. شبه الفقر بمريض يعالج. عرفت ازاي؟ ما هو الفقر شبهه بمريض عشان خاطر في كلمة علاجة. يبقى هنا ايه؟ استعارة هي كمان. طب حضرتك في صورة مشتركة؟ لا. شبه الإسلام بطبيب يعالج. شبه الفقر بمريض يعالج. هل في صورة مشتركة؟ لا. ودي اسمها صورة مركبة مالها غير متداخلة. طيب ناخد آخر صورة معلش عشان تبقى واضحة شوية. صورة مركبة غير متداخلة. طيب معلش اسمح لي. نكمل. قتلت الهزيمة فرحة الجنود. دول شفويا يعني. قتلت الهزيمة فرحة الجنود. بالله عليكم هي الهزيمة بتقتل؟ لا. ركز. شبه الشارع الهزيمة بإنسان يقتل. جميل أوي. أول صورة اهو. قتلت الهزيمة. شبه الهزيمة بإنسان يقتل. الهزيمة قتلت إيه؟ فرحة. يبقى من المقتول الفرحة. يبقى شبه الفرحة بإنسان مقتول. بذمتك في كلمة مشتركة بين الصورتين؟ لا. يبقى دي اسمها إيه؟ صورة مركبة غير متداخلة. وأتمنى النهاردة إن شاء الله تكونوا عرفتوا الفرق بين الصورة الممتدة والصورة المركبة، وأقسام الصورة الممتدة إما للترشيح الذي يقوي الصورة وإما للتجريد الذي يضعف الصورة. ولنا لقاء آخر وتابعونا إن شاء الله عشان نخلص باقي الصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.